السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذه المعزوفة الجميلة نفتتح الفيديو لهذا اليوم. الكثير من الأخبار انتشرت حول مسلسل الجمالية المفترض عرضه على قناة يمن شباب في رمضان القادم، ولكن ما حقيقة هذه الأخبار؟ وهل هناك مسلسل بهذا الاسم؟ تابعونا لتعرفوا. نعم، هناك مسلسل اسمه الجمالية وسيتم بثه على قناة يمن شباب، وحسب منشور نشره المبدع محمد الأموي على صفحته في فيسبوك أن الطاقم قد أنهى مرحلة تصوير المسلسل. ليس كذلك فحسب، بل أن المسلسل سيشهد عودة الفنانة القديرة أماني الذماري إلى الوسط الفني بعد غياب لفترة، وإلى جانب كوكبة كبيرة من الممثلين الرائعين. سيضم المسلسل الأستاذ القدير فهد القرني، والأستاذة القديرة منى الإصبحي، والأستاذة القديرة عبير عبد الكريم، والأستاذ القدير قاسم عمر، والنجمة أشواق علي، والنجم محمد الأموي، وحسام الشراعي، إلى جانب الأساتذة وعمالقة الفن اليمني محمد قحطان، وأحمد الدعيس، نوفل البعداني، مروان الخلافي، والنجوم الصاعدة رفيق العربي، ومحمد الزرقاوي، والكثير من الفنانين الرائعين. سيكون المسلسل من إخراج المبدع سيف الدين الوافي، ومن إنتاج شركة الجند وقناة يمن شباب. إلى حد الآن لا يوجد برومو رسمي للمسلسل، ولكن يوجد فيديوهات من كواليس تصوير المسلسل وضعتها لكم نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. مشاهدين وحبايبي، أنا الآن في آخر يوم في تصوير مسلسل الجمالية مع طاقم مسلسل الجمالية، أحلى طاقم، كروت واحدة وأحلى نجوم. وأرتحت في هذا العمل كأننا شخص واحد، لأني روح واحدة العمل. والآن الساعة الكم؟ الثامنة صباحا يوم السبت، بتاريخ كم التاريخ؟ التاريخ وضحه 7 ديسمبر. 7 ديسمبر كان آخر مشهد نصوره الآن. 7 ديسمبر حلو، يوم يتنافس القنوات على قدوم التصوير من بعيد. يا طعمه يلا ويكملوا من بعيد على مدى واحد يصير ايش فعل. محلى حبيبي وسط داري يا حور كان عندي كنا ظن محلى حبيبي وسط داري يا حور كان عندي كنا ظن نجوم وقطر الندى ومنفى الشمس وظل الغيوم والنهر والزهر وقطر الندى ورونق الشمس وظل الغيوم.